من أجمل وأمتع القصص اللي سمعتها عن أبو بكر الصديق قصة تعرفك ليه إيمان أبو بكر الصديق لوحده يكافئ إيمان الأمة كلها. يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فغاب عن قومه ثم رجع إليهم فوالله ليرجعن رسول الله. وده عمر والناس هائمون لا يدرون ما يفعلون. يقبل أبو بكر الصديق وينزل من على فرسه ويدخل المسجد من غير ما يكلم حد ويقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام ويكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقبله ثم يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. وبعد كده خرج في ثبات عجيب يليق بخير الأمة بعد نبيها. فلقى عمر بن الخطاب في ثورته بيزعق وسط الناس ويقول: ما مات رسول الله، ما مات رسول الله. والناس ملتفة حول عمر بن الخطاب تتمنى لو أن كلامه صحيح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجع. يقول أبو بكر الصديق: اجلس يا عمر. وتقف الناس حول أبو بكر الصديق فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ساعتها الناس فاقوا وعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، ووصلت الآية لأسماع عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بيقول: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وثبت الله الأمة كلها بثبات أبو بكر الصديق. ودي كانت واحدة من أعظم حسنات أبو بكر الصديق رضي الله عنه.